ايه رأيكم في الشكل التحفة ده؟ شكل رائع، والشكل هايل جدا جدا، والطعم احلى واحلى بكتير. مش عايزة اقول لكم على الجمال والطعامة. الفرخة مشوية، وكمان محشية رز باللحمة المفرومة، وكمان عملنا معاها الرز المستوي باللحمة المفرومة. طبق رئيسي ينفعنا في عزوماتنا، ينفعنا في مناسباتنا، جميل جدا 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 بمعنى الكلمة. يلا بينا لايكاي على السريع ونسمي، نقول بسم الله ونشوف مع بعض المقادير والخطوات. معايا حلة سخنة على النار، وطبعا فيها المادة الدهنية، وبصلاية كبيرة مفرومة، ووحدتين كده فلفل رومي، وممكن نحط وحداية حراقة، يعني قطع صغيرة فلفل حراق لو احنا حابين. تمام. لحمة مفرومة، يعني حابين ان البصل الكتير على فكرة بيديها طعامة وجمال في اللحمة المفرومة، بتبقى جميلة جدا جدا في طعمتها. وبنضيف لها كمان الفلفل، وهنزل بالنص كيلو لحمة مفرومة. ودلوقتي هقلبها كويس، وهشوح اللحمة كويس جدا واعصجها. طبعا كلنا عارفين تعصيج اللحمة. تمام. جه وقت التوابل، دي تشكيل التوابل انا بعملها، وممكن السبع بهارات او توابل اللحم. ومعانا كمان الملح، ومعايا معلقة صغيرة من فلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الكمون. البهارات المشكلة طبعا مش عايزة اقول لكم فيها قرنفل، وفيها حبهان، وفيها ورق لوري، وفيها القرفة، فيها كل الحاجات البهارات اللي احنا ممكن نستعملها ونحتاجها في مطبخنا. ومعايا كيلو وربع من الرز المصري. وهقلبه كويس جدا كل المكونات دي مع بعض، اللحمة المفرومة والبصل والفلفل والرز. ولازم اقلب الرز كويس مع المادة الدهنية، ومع طبعا المكونات بتاعته. نيجي بقى للمية، لازم اضيف المية تكون سخنة. اي رز بنعمله لازم نضيف له المية سخنة، ولو موجود مرقة يبقى تمام جدا. انا هنا هضيف المية. طبعا كلنا عارفين مقدار المية للرز المصري اعلى من الرز مستوى عقلة الصباع. تمام. وبغطيه طبعا، هو كده بقى نص تسوية. خلاص شرب المية بتاعته، بديله تقليبة على الماشي، وهاخد منه معلقتين صغيرين علشان حشوة الفرخة، ما نكترش علشان مش هنحشيها كتير. تمام كده. عندي هنا فكرة نميسة شوية، لو انا مستعجلة وعندي ضيوف او لسه او متأخرة في ميعاد الاكل، بحط كيس من المطبخ، وبفتحه وبحط عليه الغطا. وبشكر جدا جدا صاحبة الفكرة دي لانها هايلة جدا، عن تجربة يا جماعة. 5 دقايق بالكتير وبيكون الاكل استوى والرز خلاص جهز معايا. تمام. معايا هنا برطمان فاضي، معلقتين صوص باربيكيو، ومعايا كمان معلقتين من الصلصة. لو صلصة معلبة، لو صلصة جاهزة معمولة عندي في البيت يبقى تمام. عندي كمان العسل، معلقة كبيرة من العسل. وعندي كمان معلقة من الزيت، معلقة صغيرة من التوابل المشكلة، ومعايا طبعا الملح.
تمام. وجهزت معايا تتبيلة الفراخ. التتبيلة دي هايلة جدا جدا بمعنى الكلمة يا جماعة، جربوها هتعجبكم، وكمان هتساعد ان الفراخ تاخد لون جميل جدا جوه الفرن، وكمان طعامة وجمال مش عايزة اقول لكم، هتدي طعامة للفرخة وهتديها اللون الجميل جدا. هضيف كله على الفرخة، وطبعا هنزل بايدي كده وهديها كل التتبيلة من جوه ومن بره ومن كل مكان في الفرخة. تمام كده جهزت معايا الفرخة. دلوقتي هضيف لها الرز بعد ما برد طبعا، معلقتين الرز، طبعا هنا هو مستوي نص تسوية، يعني مش هيزيد كتير معايا. واحسن حاجة ان الفرخة دي مش بلدي يا جماعة، دي فرخة بيضة، وزنها تقريبا 2.5، هي كبيرة ما شاء الله. بس ما فضلش ان احنا نحشيها تحت الجلد، لان الجلد هيفرقع مننا ومش هتبقى حلوة خالص. دلوقتي هكتفها كده زي ما انتم شايفين، كتفتها علشان يدينا الشكل النهائي يكون منسق يعني وجميل. ودلوقتي هغطيها بورق الفويل وعلى الفرن على طول. مش هقدر اديكم درجة حرارة معينة، انا عندي درجة حرارة 180. سبتها من ساعة ونص، وبعد كده شلت الفويل وسبتها تاخد لون. ويسر اللون كمان ان انا كنت باخد من الصوص اللي نازل في الصينية، وكنت بسقيها كل شوية، اضيف عليها والمعها واديها من الصوص اللي نزل منها، وده بيساعدها انها تاخد لون اكتر واكتر واكتر. الرز معايا مفلفل وجميل جدا جدا، الرز لوحده حكاية، مش عايزة اقول لكم جميل فعلا، وكان مديني ريحة هايلة في البيت كله. تمام. طبعا المنظر بيحكي عن نفسه والشكل بيحكي عن نفسه. جميلة جدا جدا وهايلة، ما خدتش مننا وقت كتير. عملنا من فرخاية ما شاء الله طبق جميل جدا لسفرتنا، وهيزين سفرتنا في العزومات والمناسبات. حاجات سهلة، لكن بنعمل منها حاجات جميلة وبسيطة كمان زي ما انتم شايفين. فرخاية واحدة عملنا طبق جميل جدا، هيعجبكم ان شاء الله لما تجربوه.